بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم كريم الجزار، مطور تطبيق AI فتوى. AI فتوى عبارة عن منصة ذكية بتجاوب على أسئلتك الشرعية أو الفتاوى الإسلامية باستخدام ال AI في الحال. بسبب زيادة عدد المسلمين في كل عام، خصوصا بعد أحداث 7 أكتوبر مع صمود أهلنا في غزة، ربنا ينصرهم ويثبتهم. ربنا هدى ناس كتير جدا للإسلام من دول مختلفة وبلغات مختلفة. فلو أنت عندك فتوى معينة حابب تسأل عنها الشيخ، ممكن تبعت الفتوى للشيخ أو تبعت الفتوى مثلا لموقع معين على النت، ولكن هتنتظر أيام أو ممكن توصل لأسابيع عشان تقدر تحصل على إجابة أو حتى باستخدام جوجل. لو أنت بحثت على فتوى معينة وعن تجربة، أنت ممكن تبحث لمدة طويلة جدا لحد ما توصل للإجابة وتتأكد إنها مناسبة لظروفك ووضعك. إنما AI فتوى مش محتاج تعمل معاك الكلام ده كله. أنت ممكن تسأل السؤال وتحصل على الإجابة في الحال وفورا. AI فتوى معتمد على تقنية اسمها RAG Retrieval Augmented Generation. فيها أكتر من 335 ألف فتوى من مواقع موثوقة زي موقع إسلام ويب وموقع إسلام سؤال وجواب، موقع الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز إلى آخره. ممكن نفتح التطبيق بحيث إن احنا نجرب الخواص بشكل عملي. فنضغط هنا اسأل الآن AI فتوى. تحت هنا هتلاقي فتاوى، أمثلة على الفتاوى. ممكن تسألها باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وفي بالياباني وفي بالإيطالي. AI فتوى بيدعم 240 لغة، وده بيحل مشكلة كبيرة جدا، خصوصا إن المسلمين موجودين في كل أنحاء العالم، ولأن أكبر موقع فتاوى موجود على الإنترنت. أقصى عدد من اللغات ممكن يدعمه 11 أو 12 لغة. فدي طبعا مشكلة، لأن لو في مسلم لغته مش مدعومة مش هيعرف يسأل، ومش هيعرف كمان إن هو يفهم الفتاوى الموجودة لأنها مش بلغته. في AI فتوى بيحل المشكلة دي، بحيث إن أنت تقدر تسأل سؤال بأي لغة وهو يقدر يجاوب عليك بنفس اللغة. فخلينا نجرب اللغة العربية، وخصوصا إن احنا في شهر رمضان الكريم. فهنسأل سؤال: هل يجوز استخدام السواك أثناء الصيام؟ فهنا أول ما بتسأل السؤال هو بيجاوب على الفتوى فورا. تاني حاجة وأهم نقطة هو إن هو بيديك المصادر، يعني أي حاجة من ال AI بيجيب المصادر اللي جاب منها الفتوى بشكل تلقائي، بحيث لو مش متأكد من الإجابة أو شاكك إن فيها أو حاسس إن ال AI ممكن يكون ألف أو فابرك الإجابة، فأنت ممكن تخش على المصادر وتتأكد بنفسك. بس هو بنسبة كبيرة ال AI مش بيقدر ان هو يعمل كده، لانه مش لو ملقاش فتاوى يقدر يجاوب لك عليها او ملقاش مصادر هو بيعتذر ومش هيقدر ان هو يجاوب على سؤالك او على الفتوى اللي انت سألتها. فمعظم الاوقات ان الفتوى المنتجة من ال AI بتكون دقيقة بنسبة كبيرة جدا. طيب لنفترض ان شخص مش بيقدر يقرأ الا اللغة العربية، فايه فايدة مصادر من لغات اخرى؟ مصادر من لغات اخرى الهدف منها هو المصداقية. يعني فرضا انت بتسأل عن فتوى معينة باللغة العربية، والفتوى ديت ملهاش اي مصادر باللغة العربية، يعني لها مصادر مثلا باللغة التركية أو الإنجليزية أو أي لغة تانية. فلازم ال AI فتوى يجيب لك المصادر باللغات الأخرى عشان يبقى فيه مصداقية، وعشان تبقى مطمن إن الفتوى فعلا معتمدة على مصادر أصلية، بحيث تقدر إنك تفتح أي مصدر من المصادر دي وتقدر إنك تتأكد منها بنفسك. يعني لو فتحنا الفتوى مثلا دي مثلا وعملنا مثلا ترانسليت اللغة العربية، فهو هتلاقي ان هو بنفس الفتوى فعلا، ان هو استعمال الفتوى فعلا بالهندي او حاجه او بالبنغالي، بس اللي بيتكلم فعلا عن المسواك، وفعلا نفس الفتوى اللي احنا سألنا عنها. ميزه كمان ان ال AI فتوى بيدعم الاسئله التكميليه او الاسئله التوضيحيه. بمعنى يعني هنا سألنا عن السؤال: هل يجوز استخدام السواك اثناء الصيام؟ ممكن اسأل سؤال تاني توضيحي: طب بالنسبه مثلا لفرشة الاسنان هل ممكن؟ فممكن هنا اسأل السؤال أقول له: وفرشاة الاسنان، فانا قصدي هل فعلا فرشة الاسنان برضك لو انا استخدمتها اثناء الصيام هل تجوز زي السواك ولا لا؟ فمش محتاج ان انا اكتب السؤال ده كله بشكل مباشر. انا ممكن مثلا اكتب كأني بخاطب انسان واقول له مثلا السؤال، يعني هو هيفهم اوتوماتيك انت قصدك على فرشة الاسنان في اثناء الصيام، وجاوب فعلا هنا على حرج في استخدام فرشة الاسنان اثناء الصيام، ولكن من الحذر من ابتلاع شيء من المعجون. وجاب كمان المصادر اللي هو متعلقة بالمعجون وفرشة الاسنان. ميزة أخرى إنك تقدر تسأل بلغات مختلفة في نفس المحادثة، يعني مش شرط إن المحادثة كلها تبقى بلغة واحدة، بس أنا بفضل إن المحادثة تبقى كلها بلغة واحدة عشان أنت ما تتلخبطش، وعشان كمان ال AI يبقى مركز معاك في اللغة، فيجاوب دايما بنفس اللغة اللي أنت بتتكلم بيها. طيب إحنا ممكن نسأل سؤال تاني باللغة الإنجليزية، مثلا ماوس ريفرش نار، ده اللي هو مطهر الفم أو مزيل رائحة الفم. فلو سألنا مثلا عن السؤال ده، هو أوتوماتيك هيفهم إن أنت بتسأل باللغة الإنجليزية وجاوب فعلا. يعني فحتى لو ترجمنا
استعمال معطرات الفم أثناء الصيام جائز بشرط ألا يبتلع شيء منها ويصل إلى الحلق. فخلينا نرجع تاني للغة بتاعتنا الإنجليزي. تمام. فده الإجابة، هو أوتوماتيك يعني. هنا بجاوب باللغة العربية عشان أنت بتسأل هنا باللغة العربية، إنما هنا جاوب باللغة الإنجليزية عشان أنت بتسأل بالإنجليزي، وهكذا. لو سألت بأي لغة هو هيفهم اللغة اللي أنت بتسأل بيها، وهو أوتوماتيكلي هيجاوب بنفس اللغة. وحتى جاب هنا المصادر، فاهم ان انت بتتكلم باللغه الانجليزي، فجاب المصادر هنا بالانجليزي وبعد كده المصادر بلغات اخرى. حتى هنا استعمال ما يزيل رائحه الفم في رمضان ده باللغه العربيه. فلو انت حابب مثلا، او استعمال ماده مطهره للفم ده برضك له علاقه بمعطر الفم. فبيجيب كل المصادر المتعلقه بالفتوى بتاعتك حتى لو من لغات تانية. طبعا اي فتوى له خواص كتيره تانية. اهم الخواص ان هو متاح على مدار 24 ساعه، تقدر تساله في اي وقت، مش محتاج مثلا انت تحجز ميعاد مع الشيخ او تبعت سؤالك وتنتظر ايام عشان توصلك الاجابه. كل اللي انت محتاجه انك تسال السؤال، والاي اي فتوى هيجاوب عليك بشكل مباشر. بالنسبه للخصوصيه والامان دي نقطه مهمه جدا، واسئلتك محدش يقدر يوصل لها. فلو انت عندك سؤال خاص بس انت محرج انك تسال الشيخ، فانت تقدر دلوقتي انك تسال بكل اريحيه، خاصه انك بتتكلم مع اي اي مش بتتكلم مع انسان. فما فيش طبعا احراج، وهيبقى فيه خصوصيه وفيه امان. ال AI بيقدر يجاوب على معظم الفتاوى في معظم المجالات، سواء كانت الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، أو حتى الأحداث التاريخية والشخصيات التاريخية. AI فتوى بيتطور يوم عن يوم. و AI فتوى معتمد بشكل كبير على الفتاوى الموجودة على المواقع اللي احنا ذكرناها، إسلام ويب، إسلام سؤال وجواب، وهكذا. وإن شاء الله في المستقبل هضيف مواقع أكتر. فكل ما في فتاوى أكتر بتضاف، كل ما ال AI فتوى بيتطور أكتر وأكتر، وكل ما الإجابات بتتحسن ومن أحسن لأحسن. طبعا في مزايا كتير جدا في AI فتوى لسه مشرحناش، بس إن شاء الله نبقى نشرحها في فيديوهات تانية في المستقبل بإذن الله. فأنا حابب أسمع آراءكم، وشكرا جدا لوقتكم، وسلام عليكم.